مساء الخير لكل أصدقائي ومتابعيني الحلوين. موضوع نقاشنا النهاردة بناء على طلب أحد المتابعين. مش كل اللي بيتقال يستاهل الرد، عشان راحة بالك أكيد أهم. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنقع فيها للأسف، ألا وهي الرد على كل كلمة والدخول في كل نقاش والدفاع عن نفسنا طول الوقت. بس الحقيقة إن مش كل اللي بيتقال يستاهل الرد. في كلام يترد عليه، وفي كلام يتساب، وفي كلام السكوت عليه راحة مش ضعف أبدا. تعالوا نفهم ليه. الفكرة الأساسية مش كل واحد يتكلم لازم نرد عليه، لأن مش كل كلام ليه قيمة، ولا كل نقاش يستاهل طاقتنا. في ناس حوالينا بتحب تستفزنا، وفي اللي بيحب الجدال، وفي اللي بيحب يقلل، وفي بقى نوعية الناس اللي بتحب تتدخل في اللي ملهاش فيه. لو رديت عليهم انت كده دخلت ملعبهم. عشان كده خليك واثق ومتأكد ان السكوت ساعات بيكون اقوى من 1000 رد. هنرجع تاني لسؤال نقاشنا، ليه مش كل الكلام يستاهل رد؟ خليني اقولكم بمنتهى البساطة، عشان في كلام غرضه الاستفزاز مش الفهم. وكمان في نوعية من الناس مش عايزة الحق، هي عايزة خناقة. او ممكن نقول علشان طاقتك اغلى وراحة بالك اكيد اهم، عشان مش كل حد يستاهل مكان في تفكيرك. هنروح دلوقتي لسؤال مهم جدا. هتقولولي طيب امتى نرد وامتى نسكت؟ ترد لما يكون في ظلم او سوء تفاهم، او يكون في حد مهم وجوده في حياتك. ومهم جدا تسكت لما الكلام يكون سخيف، او اللي قدامك رافض انه يفهمك، او لو النقاش هيقلب خناقة. وتسكت كمان في حالة لو حسيت ان الرد هيضايقك اكتر ما هيريحك. لو قابلت حد بيقلل منك او بيتريق عليك، او ممكن يكون بيصدر احكام عليك، حد بيتدخل في حياتك او بيستفزك بكلام، كل دول مش محتاجين منك رد. ساعات التجاهل بيكون هو في حد ذاته افضل رد. وافتكر دايما ان راحة بالك اهم من انك تثبت ان انت صح، ومش كل معركة لازم تدخلها، ولا كل كلمة لازم تقف عندها. تجاهل بعض الناس عبادة، والسكوت أحيانا بيكون حكمة مش ضعف. هنروح لسؤال مهم جدا، الفرق بين السكوت والضعف. السكوت بيساوي اختيار زائد وعي زائد قوة. يعني انت ساكت لأنك فاهم، ساكت لأنك مش عاوز تضيع وقتك ولا طاقتك، ساكت لأنك أكبر من الكلام اللي بيتقال، لأن راحة بالك بالنسبة لك أهم. السكوت قوة مش ضعف لما يكون باختيارك، لما تختار انك تسكت علشان تحافظ على كرامتك، او علشان ما تدخلش في جدال ملوش لازمة، علشان تكون اذكى من انك ترد. في حالة ان ردك ممكن يجيب مشاكل اكتر، السكوت هنا اسمه حكمة. زي ما بيقولوا مش كل حاجة تتقال تستاهل رد. وسكوتك هيكون ضعف في حالة انك ساكت غصب عنك، خايف تتكلم، مش قادر تدافع عن نفسك، ساكت علشان حد ضاغط عليك، ساكت وانت من جواك مكسور. هنا السكوت سببه عجز مش قوة. خلوني اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان مش كل ساكت ضعيف، بس اللي واثقة منه ان كل ضعيف غالبا ساكت. طيب ليه في نوعية من الناس بتفتكر ان السكوت ضعف؟ للأسف الشديد بعض المجتمعات علمتنا ان اللي صوته عالي هو اللي اقوى، وان اللي بيرد ويزعق هو اللي بياخد حقه. مع ان الحقيقة ان في ناس بتزعق علشان ضعيفة من جواها، وناس بتسكت علشان واثقة من نفسها. هنروح دلوقتي لأنواع السكوت. رقم 1، السكوت الحكيم، لما يكون نابع عن تفكير، لما يكون تقدير لموقف أو شخص، لما تكون بتحافظ على كرامتك، ده اسمه سكوت الأقوياء. رقم 2، سكوت الخوف، خوف من الزعل، خوف من المواجهة أو من الخسارة، ده محتاج شغل على الثقة بالنفس. رقم 3، سكوت التعب، من كتر الخبط أو الخذلان، من كتر المحاولات، ده سكوت شخص اتوجع كتير. هنروح دلوقتي للسؤال اللي بعد كده، هل المواجهة دائما قوة؟ مش دايما بتكون قوة، لأن في مواجهة بتبقى شجاعة، وفي مواجهة بتبقى تهور، وفي مواجهة بتبقى تضييع للطاقة. القوة الحقيقية انك تختار المعركة الصح في الوقت الصح. هتعرف ان سكوتك قوة ولا ضعف لما تبدأ تسأل نفسك، انا ساكت لان ده قراري، ولا ساكت لاني خايف؟ هل سكوتك مريحك ولا مضايقك ولا كسرك؟ هل لو اتكلمت هترتاح ولا هتتعب اكتر؟ لو السكوت مريحك ده هيكون غالبا قوة، لو كسرك هيكون غالبا ضعف.
هنروح دلوقتي لنقطة مهمة جدا، ألا وهي حدود السكوت. السكوت ممكن يكون قوة، بس برضو ليه حدود. لما يوصل لإهانة أو قهر، لما يكسر كرامتك، لما يخليك تكره نفسك، هنا الكلام هيكون واجب مش اختيار أبدا. مش لازم ترد على كل كلمة، ومش لازم تسكت على كل حاجة. خليك ذكي، اختار امتى تسكت وامتى تتكلم. في الأخير أحب أقول لكم، السكوت مش دايما ضعف، زي ما الكلام مش دايما قوة. القوة الحقيقية انك تكون فاهم نفسك وعارف قيمتك، وافتكر ان راحتك النفسية أهم من كسب أي نقاش. وصلنا دلوقتي لمرحلة الهوم وورك. هعرض عليكم بعض الأسئلة في انتظار آرائكم من خلال التعليقات. الله يريح قلوبكم.